الساده المتابعين الاوفياء متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي الكرام في كل مكان، كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من الملحقه الاداريه الجنانات. الوالي معاد الجامعي كان من خلال احدى المراسلات دعا لتوحيد العمل بنون واحد على مستوى الشوارع ديال مدينه فاس، والعمل بدا هنا على مستوى الملحقه الاداريه ديال الجنانات. المجتمع المدني بالتنسيق مع السلطات هنا ينطلق في هذه العمليه، وكتم صباغه الواجهات كما كتشوفوا ديال المؤسسات وديال الشوارع اللي غيتم تعميمها اكيد على باقي الملحقات الاداريه. وهنا مطالبين جمعيات المجتمع المدني باش انهم يطبقوا الاوامر ديال السيد الوالي ونخرطوا في هذه العمليه بالتنسيق مع السلطات. صاحبي خليني حاضر. فاذا العمليه متواصله كما كتشوفوا، والصباغه ديال الواجهات ديال الشوارع اكيد نتمناو الانخراط فيها بهذه الطريقه. هذا هو اللون اللي كيتم صباغه بها الشوارع ديال فاس ان شاء الله. وبداو هنا بالمؤسسات التعليميه وكذلك المؤسسات ديال الملحقات الاداريه. ان شاء الله نتمناو الخير، وتحيه للعمال ديال الانعاش الوطني اللي كيقوموا بهذه العمليه. والتنسيق خصو يكون ما بين جمعيات المجتمع المدني والسلطات المحليه. فالصباغه متواصله الان. مزيان نشوفوا هذه البادره كتعمم، ونتمنى جمعيات المجتمع المدني تنخرط في هذا العمل في باقي الملحقات الاداريه، تنسق مع السلطات مع القائد ديال كل منطقه وتقوم بهذا العمل من اجل الاستجابه لرغبه الوالي، لان دابا الوالي باغي يعطي واحد الصوره جميله على مدينه فاس، واكيد نتمنى الكل ينخرط فيها. اذا الابيض غير ناصع هذا هو اللون اللي دعا ليه الوالي من اجل توحيد الرؤيه في الشوارع الرئيسيه ديال مدينه فاس. وجمعيات المجتمع المدني تنخرط. إذا هما غيجيبوا عاوتاني سطل الصباغه، راهم خدامين. إذا سبق السيد الوالي راسل الجماعه بانها تقوم بصباغه، هنا كنشوفوا بصباغه الواجهات ديال الشوارع بالابيض غير ناصع، توحيد الرؤيه على مستوى كل الملحقات الاداريه والشوارع ديال المدينه، من اجل انها دابا ابتدينا بالملك العمومي يتم تحريره، ولكن بشكل متوازي على جمعيات المجتمع المدني وحتى السلطات خصها تنسق مع يعني سلطات الملحقات الاداريه، يتم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ويخرجوا للعمل. ما بقاش الوقت دابا خصنا نخرجوا نشتغلوا من اجل ان تكون مدينه فاس ان شاء الله تساعد البريق ديالها وتساعد الجماليه ديالها. هذا هو اللون اللي كيتم الصباغه به ان شاء الله. العمليه متواصله. نحاولوا ناخذوا تصريح اكيد ديال احد رؤساء الجمعيات المشرفه على العمليه ديال الصباغه. سيدي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك استاذ، الله يجازيك بخير. قدم لي نفسك وتحدث لي على هذه البادره اللي كتقوموا بها. محمد الشفا، رئيس جمعيه مدرستي، وكنحاولوا ما يمكن هنا في جنان الورد كنحاولوا ما يمكن نعطيو الجماليه للواجهات ديال المؤسسات التعليميه والفضاءات اللي كتمثل المجتمع ككل، ونحاولوا ما يمكن نعطيو التحسيس والتوعيه لهذه الساكنه باش تحافظ على هذا المكتسب، ونكونوا عند الحدث ان شاء الله بحول الله كمجتمع مدني وكساكنه، وكلنا نعطيو بيد وحده كمجتمع مدني ككل ان شاء الله بحول الله، باش نحاولوا ما امكن نهيئوا المدينه ديالنا لهذا الحدث الكبير اللي غنتواصلوا معه ان شاء الله بحول الله، وهو الحدث ديال التاهيل او الرياضي العالمي، وهو كره القدم العالميه ان شاء الله بحول الله، واللي غيتنظم حتى هنا في مدينه فاس ان شاء الله. ونكونوا اصلا حنا كنحاولوا ممكن نعطيو الصوره الجميله لمدينه فاس اللي اصلا هي مدينه عريقه واللي كتاسس 1200 قرن. نعم، واخا عطيني نرجع هذيك نسولك، يعني المبادره اللي دعا لها السيد الوالي الجديد معاد الجامعي لاحظنا ولمسنا بانه انسان غيور يريد الخير لهذه المدينه،
واش انخرط المجتمع المدني والسلطات في هذه العمليه ام ان مازال هذه البدايه عاد الناس كينخرطوا؟ شنو النداء ديالك اللي تقولها